في 4 شباب صحاب من زمان، كريم، نادين، شريف ولميس قرروا يطلعوا رحلة غريبة شوية، غابة قديمة ومهجورة في آخر الدنيا، اسمها طالع عليها الغابة الملعونة. وهما في الطريق، نادين كان سايقة، وفجأة وقفت العربية وقالت نادين بخوف: أقفوا كده، شايفين اللفتة دي؟ كلهم بصوا، لقوا يافطة مصادية ومكتوب عليها بخط مرعب: اللي يدخل الغابة دي مفيش رجعة. سكتوا لحظة، بس شريف ضحك وقال: بتهيألك يا نادين، دي يافطة فيلم رعب قديم ولا حاجة. أنا مشوفتش حاجة، انت بس بيتهيألك في الضلمة. نادين كانت متوترة وقالت: لا والله يا جماعة، أنا شفت ست لابسة أبيض واقفة في الضلمة، كانت باصة علينا. كريم قال وهو بيضحك وبيحاول يهديها: نادين، كفاية أفلام رعب، ما تخوفيش نفسك كده. لكن لميس بدأت تحس إن في حاجة مش طبيعية فعلا. الجو قلب مرة واحدة، ريح برد غريبة، والطيور سكتت، وراحوا كملوا دخول للغابة. بعد شوية لقوا بيت قديم وسط الأشجار، باين عليه إنه مهجور من سنين. شريف قال: تعالوا ندخله، نشوف جواه إيه، فرصة للمغامرة. دخلوا البيت، وكانت الأرض متوسخة وعليها تراب كتير، والحيطان فيها شخبطة غريبة، وفي مراية عليها غبار. لكن مش ده اللي خوفهم. فجأة لميس وقفت في مكانها وما اتحركتش. عينيها كانت متسمرة. شافت ست عجوزة، وشها مش باين كله، بس كان واضح إن عندها عين واحدة بس، والتانية محفورة. الست بصت لها وقالت بصوت تخين وهادي: مفيش رجعة يا بنتي، اللي دخل اتحكم عليه. لميس بدأت تصرخ بصوت عالي جدا: كريم، يلا نخرج من هنا بسرعة طه. الجري كان عشوائي، وكل واحد بيحاول يهرب بأي طريقة. بعد وقت مش معروف لقوا نفسهم بره الغابة على طريق ترابي، والنهار بدأ يطلع. الباقيين كانوا 2 بس، كريم ونادين. نادين بصت لكريم وقالت: لميس، شريف، راحوا فين؟ كريم بصوته المتكسر: معرفش، بس الست دي قالت مفيش رجعة. سكتوا شوية، ونادين قالت: تفتكر هنشوفهم تاني؟